السلام عليكم. ايه الاخبار يا شباب؟ رب تكونوا بخير. مكملات خساره الدهون هي اكتر مكملات بتطلب والناس بتشتريها علشان تخسر دهون، لان هو ده الهدف الرئيسي لاغلب الناس. لكن دايما تسمع بعض الناس تقول لك انا والله اشتريت المنتج الفلاني او المنتج الفلاني وما عمليش اي حاجه. طب ليه؟ لان الفات بيرنرز دي مش بتعمل اي حاجه غير انها بتزود الطاقه بتاعتك في التمرين، فتتمرن اكتر في الجيم، فتحرق سعرات اكتر. وفي نفس الوقت لما بتطلع بره التمرين بيكون عندك طاقه ان انت تتحرك طول اليوم، تنزل السوبر ماركت، تطلع السلم من غير ما تتعب، وكل ده طبعا هيخليك تحرق سعرات حراريه اكتر. زائد انه بيخليك تحس انك مش عايز تاكل، وده طبعا العنصر الاساسي اللي هو الاكل. بس كل اللي احنا قلناه ده بيحصل عن طريق عنصر الكافيين اللي هو الماده الفعاله الاساسيه في اي حرق دهون. لكن برضو ارجع واقول لك لو انت مش عامل دايت مظبوط كل الكلام ده ملوش اي لازمه. طيب تعمل ايه بقى لو قلت لك ان في مكمل لو خدته هيعلي خساره الدهون فعلا، مش زي مكملات خساره الدهون التانية؟ ازيكم يا شباب؟ معاكم كابتن مصطفى، اخصائي تغذيه ومدرب معتمد وفيتنس انستراكتور في جولد الجيم. بدرب ناس من كل انحاء العالم اونلاين. تقدر تدخل تشوف صفحه الانستجرام اللي عليها تحولات العملاء، هكتبها قدامك دلوقتي. والنهارده هنتكلم عن الافيدرين. في ناس كتير جدا جدا بتسالني عليه الشهور اللي فاتت، وكان لازم اعمل عنه فيديو مفصل. لكن قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك، سبسكرايب، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل المواضيع الجديده ان شاء الله. لو رجعنا بالزمن لورا شويه، في التسعينات كان في مكمل في السوق فعال جدا ومشهور جدا، يعتبر المكمل الوحيد اللي فعلا بيساعد على خساره الدهون، وهو ECA. ECA اختصار لإفيدرين كافيين اسبرين. بتاخد 3 مع بعض طبعا، لكن الماده الاساسيه الفعاله هي الإفيدرين. طيب ايه هو الإفيدرين؟ الإفيدرين هو دواء للازمه، للناس اللي بيجي لها ازمه، بيجي لها صعوبه في التنفس، وهو فعال جدا لان هو بيوسع القصبه الهوائيه اللي بتكون مقفوله، فبتمنع وصول الاكسجين بشكل مظبوط للرئه. طيب هو بيشتغل ازاي؟ بمنتهى البساطه الإفيدرين يعتبر سيمباثوميميتيك، او معناه انه بيقلد آلية عمل الابنفرين والنورابنفرين اللي يعتبروا الهرمونات الاساسيه للسيمباثيتك نيرفس سيستم. ومن ضمن مميزات الهرمونات دي ان هي بتوسع القصبه الهوائيه بسرعه جدا. لكن الحاجة اللي الناس لاحظتها من الإفيدرين اللي هي مهمة جدا للرياضيين هي ان كل السيمباثوميميتكس زي الإفيدرين في حالتنا احنا بيتفاعلوا مع خلايا الدهون في الجسم، بيحفزوا الخلايا دي انها تضغط الدهون اللي جواها في مجرى الدم، وانها تكون جاهزة للأكسدة عن طريق التمرين، وخصوصا التمارين الهوائية. طبعا لو انت متابع ميكانيكا كمال الأجسام من زمان هتعرف ان الدهون في جسمك هي عبارة عن خلايا جواها دهون. تخيل معايا الشكل كده، اكن قدامك كوبايه ميه اللي هي بتمثل الخليه، وجوه كوبايه الميه دي الميه بتاعتك هي اللي بتمثل الدهون نفسها. اذا انت بتخسر من الدهون، لكن مش بتخسر الخلايا حجمها بيصغر انما مش بتروح. من اهم مميزات الإفيدرين هي الثيرموجينيسيس، او زياده درجه حراره الجسم، بما معناه ان الدهون اللي في جسمك بتتحول لحراره. ببساطة سعرات الدهون الزيادة عندك بدل ما بتتخزن جسمك بيحرقها في صورة حرارة، وده علميا معروف باسم فيوتل سايكل. تقدر تخش تدور عليها، لأن الكالوريز مش بتستخدم عشان تحفز أي حركة، لكن بتتحرق أكنها في فرن بالظبط. لكن الدراسات أثبتت إن 75% من خسارة الوزن عن طريق الإفيدرين بتكون بسبب فقدان الشهية. الإفيدرين بيسد النفس جدا عن الأكل لدرجة إنك مش تبقى عايز تاكل أصلا. وال25% الباقيين بيكون بسبب الثيرموجينيس اللي اتكلمنا عليه. وده ظهر في دراسه قبل كده ان الإفيدرين زود BMR او معدل حرق الجسم بحوالي 8%. طبعا 8% يبدو رقم صغير، لكن مع نظام اكل مظبوط وتمرين مظبوط على فتره طويله هتفرق جامد جدا. من اخطر مميزات الإفيدرين هو ان في حاجه اسمها دايت انديوست ثيرموجينيس، او زياده حراره الجسم بعد الاكل، وده بتشكل حوالي تقريبا 15% من TDEE او معدل حرق الجسم الاجمالي في اليوم. ودي بتحصل في الناس اللي نسبه الدهون في جسمها قليله. كل ما نسبه الدهون في جسمك قلت، كل ما الدايت انديوس ثيرموجينيسيس دي عليت. كل ما نسبه الدهون في جسمك زادت، كل ما الدايت انديوس ثيرموجينيسيس قلت. الدراسه اثبتت ايه بقى؟ ان الإفيدرين بيصلح الموضوع ده في الناس اللي بتعاني من السمنه، واللي بيخليهم بالظبط زي الناس اللي عندها دهون اقل. لكن ده ياخدني لحته مهمه جدا، ان مش معنى ان انت وزنك كبير جدا ودهونك كبيره جدا ان انت ينفع تاخد الإفيدرين. كمل معايا الفيديو للاخر عشان هتكلم في النقطه دي بالتفصيل.
حاجة تانية مهمة جدا وهي زيادة الثيرويد هرمونز أو هرمونات الحرق زي ما الناس بتسميها. أنت عندك هرمونين مسؤولين عن الحرق في جسمك، هما التي 3 والتي 4. التي 4 يعتبر مش أكتف قوي، لكن هو الهرمون اللي بيتفرز من الثيرويد جلاند أكتر، لكن بيتم تحويله للتي 3 اللي هو أنشط من التي 4 5 مرات. الإفيدرين بقى بيحفز تحول التي 4 الغير نشط للتي 3 النشط، بيعلي حرق الجسم طبعا. لما بتفضل فتره طويله على دايت، جسمك بيبدا بيأقلم نفسه على الحرق الجديد، عشان بيشوف ان مفيش سعرات حراريه كافيه داخل الجسم عشان يحافظ على الخلايا من الهدم. وده اهم اسباب بطء خساره الوزن، وده بيكون بسبب تغيير في الثيرويد هرمونز. طبعا في اسباب تانية كتير، ان انت اصلا طاقه في جسمك بتكون اقل، فحركتك في اليوم بتكون اقل، فالنيد بيكون اقل. لكن خلينا دلوقتي نتكلم في حته الثيرويد. التي 3 النشط اللي اتكلمنا عنه بيتحول لحاجه اسمها ريفيرس تي 3 او التي 3 المعكوس، عشان يبدا يقلل من الحرق بتاعك. الافيدرين بقى بيمنع تحول التي 3 للريفيرس تي 3، وده بيساعد ان جسمك يفضل شغال في الحرق عادي. ومفيش ولا حاجه في الدنيا بتعمل نفس الكلام ده ما عدا الثيرويد هرمون نفسه، وساعتها انت بتعرض نفسك لخساره الكتله العضليه، لان ده واحد من السايد افكتس بتاعت التي 3. لان لما بتاخد ثيرويد جاهز مش بيفرق بين الدهون والعضلات، هو بيكسر اي حاجه قدامه. والحته دي الاستيرويد يوزرز هياخدوا بالهم منها قوي، هيفهموني كويس. لكن الافيدرين مع انه بيزود تحول التي 4 للتي 3 ما زودش خساره العضلات زي الثيرويد هرمون الصريح. طب ازاي؟ لان احد اليات عمل الافيدرين انه بيتحد مع بيتا اندروجينيك ريسبتورز معروفين باسم بي 1 وبي 2، بيتا 1 بيتا 2. والعظيم هنا بقى ان بي 2 ريسبتورز ليهم خصائص بناءه بيمنعوا تكسير العضلات. هلاقي ناس تكتب لي طب يا كوتش ما كلين بيوترول بيعمل نفس الموضوع وهو بيتحد مع بيتا 2 ريسبتورز. هقول لك الاثنين بيشتغلوا شبه بعض، لكن كلين بيوترول اخطر بكتير من الافيدرين، وانا ما انصحش بيه وهبقى اعمل عنه فيديو تاني. دراسة تانية اثبتت ان افيدرين بيزود ال HDL او الكوليسترول الصحي وبيقلل ال LDL او الكوليسترول الضار. افيدرين فعلا عظيم. الحاجة الوحيدة اللي ناقصة انهم يثبتوا ان الافيدرين بيطول وينعم الشعر او يخلي الزمالك ياخد الدوري مثلا. طيب تاخد الافيدرين ازاي؟ جرعه الافيدرين بتكون من 20 ل 30 مللي جرام، بيتاخد معاه 200 مللي جرام كافيين اللي هو حوالي كوبايتين قهوه، مع 325 مللي جرام اسبرين. وده ملوش لازمه قوي، ممكن تستغنى عنه لان ده مرتبط بحته سيوله الدم، فانت لو ما عندكش اصلا اي مشاكل في سيوله الدم مش هتحتاج الاسبرين في حاجه. طبعا الاستاك ده بحد اقصى 3 مرات في اليوم. طب احنا ليه بنزود معاه كافيين؟ يعني ليه ما ناخد الافيدرين لوحده؟ لان الكافيين بيمنع كيميكال الادينوسين نفسه انه يتحد مع المستقبلات بتاعته، لان لو الادينوسين اتحد مع المستقبلات بتحس انك عايز تنام. الفكره هنا ان زي ما قلنا الافيدرين بيشتغل زي الابنفرين، ولما الجسم بيحس بزياده في الابنفرين بيفرز انزيمات عشان يقلل عملهم، زي مثلا السايكليك AMP اللي هو ادينوسين مونوفوسفات وحاجات تانية كتير بدون دخول في تفاصيل اكتر من كده، الموضوع كبير. بمنتهى البساطه الكافيين بيطول عمر الافيدرين وبيمنع الجسم انه يتخلص منه، فبيفضل في الدم لفتره اطول. الغريب هنا بقى انك لو خدت افيدرين لوحده من غير كافيين هيبقى ملوش اي لازمه ومش هيساعدك في اي حاجه. بعد كل الكلام الجميل ده بقى عن الافيدرين ومميزاته، الحلو ما بيكملش، لان للاسف في 2004 ال FDA شالت افيدرين من السوق لان في شكاوات كتير جدا من السايد افكتس بتاعته، زي صعوبه في النوم، جلطات عصبيه زياده، قلق، حاجات من هذا القبيل. لان المشكله هنا كانت في الجرعه، هي المشكله مش في الافيدرين. اغلب الناس اللي حصل لها سايد افكتس حسب ال FDA كان بيحصل لها مشاكل من الجرعات العاليه جدا. الناس دي كانت ممكن تاخد 100 مللي جرام مره واحده، يعني 4 اضعاف الجرعه الريكومندد. اكيد هتتعب. منطقي، يعني انت لو عملت اي حاجه في الدنيا زياده هتتعب. يعني لو خدت جرعه عاليه من الفات بيرنر اللي مرمي في السوق قلبك هيتعبك جامد. هي وهنا كانت المشكله، لان الابنفرين والنور ابنفرين وهكذا بيعلي ضربات القلب وبيعلي ضغط الدم. منطقي، زيه زي الفات بيرنرز اللي في السوق. ما انت لو خدت فات بيرنر ضربات قلبك هتزيد وضغط الدم هيزيد. عشان كده لا ينصح بالافيدرين للشخص اللي عنده مشكله في الضغط او عنده مشكله في القلب، لانه كده هيبقى بيموت نفسه حرفيا. فالمشاكل اللي ممكن تحصل من الافيدرين مش هتحصل لو انت ذكي وفاهم انت بتعمل ايه. الموضوع مش كميه، يعني ما تاخدش اعلى من 30 مللي جرام افيدرين في المره الواحده، بحد اقصى 3 مرات في اليوم، وابعد عن ميعاد النوم ب6 ساعات. الموضوع ما فيهوش مش صعب، الموضوع اسهل من كده بكتير.
طبعا ده مش السبب الوحيد، لان في 2003 ودي كانت المشكله الرئيسيه، في شخص مات واكتشفوا بعد ما مات انه كان واخد افيدرين، لكن بعد ما بحثوا في الموضوع اكتر اكتشفوا انه كان عنده مشكله في الكبد وفي الكلى وفي ضغط الدم، وكان وزنه اصلا زياده جدا. فحتى حاله الوفاه الوحيده اللي سببت منع الافيدرين ما كانتش فعليا بسبب الافيدرين. الموضوع يضحك. ده غير اصلا ان في دراسات اثبتت ان الافيدرين ممكن يتحول لامفيتامين، اللي هو نوع من انواع المخدرات، بزياده عنصرين 3 كيميائيين برضه، فما كانش الموضوع ده في صالح الافيدرين تسويقيا قوي. ده غير طبعا حقيقه انك لو قارنت الافيدرين باي فات بيرنر في السوق هتلاقيه متفوق عليه بمراحل، وده كان سبب ان شركات المكملات والادويه تتحد مع FDA عشان تلغيه بعد كل اللي قلناه ده لاسباب تسويقيه وسياسيه برضه. طيب مين ياخد الافيدرين؟ اولا لازم تكون متاكد ان ما عندكش مشكله في الضغط او القلب زي ما قلت. تاني حاجه لازم تكون رياضي وصحتك كويسه، مش هقول ان انت تكون توب بس تكون صحتك كويسه ما فيش عندك مشكله. لازم ما يكونش وزنك زياده جدا، لان لو وزنك زياده جدا هيكون عندك مشكله في ضغط الدم. اذا الافيدرين بيتاخد في حالتين، الحاله الاولى لو عايز تخس هيساعدك لكن من غير دايت ملوش اي لازمه، الحاله الثانيه كمحفز للتمرين، وهنا هيساعدك جدا 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 عشان هيقلل من الحمل التدريبي بتاعك. وعلى فكره دي الحاجه اللي انا مشهور بيها كمصطفى خلف، انا استخدمت افيدرين كتير، ولما كنت بقول للناس اني بعرف اطلع عضلات بالافيدرين انتوا مش بتعرفوا تطلعوها بالهرمونات ما حدش كان بيصدقني. بس خلينا اشرح الموضوع ببساطه. العضلات بتطلع ازاي؟ عندك بمنتهى البساطه انابوليك سيجنال جايه من التمرين، والسيجنال دي بتزيد كل ما الحمل زاد. حلو. عندك انابوليك سيجنال كبيره اديتها تغذيه مظبوطه العضله هتكبر، خلص الموضوع. طب ما بالك بقى لو انت خدت مكمل بيزود من قدرتك على رفع الاوزان، بيعلي نفسك في الجيم، وفي نفس الوقت ليه خصائص تمنع الهدم. ايه اللي يخليك ما تطلعش منه عضلات غير انك مش عارف تستخدمه مظبوط؟ انا معايا عملاء بدربهم اونلاين استخدمت معاهم افيدرين وعملنا نتائج خرافيه ما حدش كان مصدقها، وناس كتير كانت بتحلف انهم واخدين هرمونات لكن والله ولا واحد منهم كانوا واخدين هرمونات. وهسيب لكم لينك صفحه انستجرام اللي عليها التحولات بتاعت العملاء بتاعتي، وطبعا لو حد حابب يشترك معايا عشان ادربه يقدر يتواصل معايا وهيشوف نتائج ما شافهاش قبل كده. طبعا زي اي مكمل او دواء في الدنيا ما ينفعش تفضل مستمر عليه فتره طويله من غير ما توقف، لان مع الوقت هيبدا تاثيره عليك يقل، فينصح انك تاخد افيدرين 4 اسابيع وتريح من اسبوعين تريح اسبوعين في النص. وطبعا ده على حسب ريسبونس جسمك، لان ممكن جسمك يستحمله اكتر من 4 اسابيع عادي جدا، وممكن العكس. فانت محتاج مدرب يفهمك ويفهمك تستخدمه ازاي، اللي هو انا طبعا منطقي يعني، لان مفيش حد بيتعامل مع الافيدرين زي ما انا بتعامل. خلينا نكون متفقين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. شكرا ليكم يا شباب والسلام عليكم.